22 دولة عربية وإسلامية ليس بقدرتها أن ترسل إلى غزة بطانية. 22 دولة ليس باستطاعتها أن ترسل شربة ماء إلى غزة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ينتفض ويثور الشيخ محمود الحسنات الفلسطيني. 22 دولة عربية لا تستطيع إرسال شربة ماء إلى غزة. هل هناك عار أكثر من هذا لكل عربي إسلامي؟ وإخوانك يذبحون في غزة، يقتلون في المستشفيات، في الكنائس. 26 مسجد تقصفه إسرائيل، حتى بيوت الله لم تنجو من الهمجية الإسرائيلية. والدول العربية واقفة تتفرج للتصحيح. 22 دولة عربية، فيهم 3 دول مع فلسطين والباقي إسرائيلية 100%. هذا للتاريخ. 22 دولة عربية وإسلامية ليس باستطاعتها أن ترسل كسرة خبز إلى غزة. ألا قبح الله وجوهكم، ألا قبح الله تلك الكراسي التي تجلس. هذه هي الفضيحة، فضيحة العرب. 22 دولة عربية لا تستطيع إرسال كسرة خبز إلى غزة الجريحة المحاصرة التي تنزف. والله أقوى تصريح وأعظم ما قال الشيخ محمود حسنات الفلسطيني: ألا قبح الله وجهكم، ألا قبح الكراسي التي تجلسون عليه، كراسي الدم وذل، في الوقت الذي يقتل فيه الفلسطينيون وأنتم واقفون تتفرجون. هذه ليست دول عربية، هذه دول إسرائيلية عربية، ليسوا إلا غلمان وموظفين عند إسرائيل، جبناء. جبناء، حتى كلمة جبناء أرقى وأفضل منهم عندما يقتل الفلسطيني والعربي يراقب كالمكسور كالمربوط بالسلاسل لا يحرك ساكنا. 22 دولة عربية مقيدة بالسلاسل إلى جدار المبكى الإسرائيلي، يلتمون كالنساء. هذا ما تفعل الدول العربية. عليها يا ربي إن حكامنا قد تركوا غزة وحدها، فيا جبار لا تترك غزة وحدها. اللهم لا تترك غزة وحدها، اللهم لا تترك غزة وحدها. يبكي الشيخ الفلسطيني محمود الحسنات على غزة الجريحة، على المجازر التي ترتكب في حق الشعب الفلسطيني وقد تركها كل العرب. يا جبار يا ربي لا تترك غزة وحدها. امين. ارفعوا ايديكم للسماء، هذا اقل ما نستطيع فعله. وادعوا لاخواننا فلسطين الشهداء والجرحى ان يسندوا وان يساعدهم. الله سبحانه وتعالى هو الجبار القوي، قادر على الصهاينة، على بني إسرائيل. الحرب قد بدأت في غزة. من ينصر غزة؟ لا أحد. يقتل ويذبح الفلسطينيون، الأطفال ينتشلون من تحت الركام. هذا فيديو تاريخي لكل من شاهد هذا الفيديو. إليكم هذا. أتحدى كل الرؤساء العرب عن بكرة أبيهم، تونس، الجزائر، المغرب، ليبيا، دول الخليج، مصر، كل الرؤساء العرب عن بكرة أبيهم، أتحداهم أن يعلنوا عن فتح باب الجهاد إلى غزة. من يريد من الشعب الذهاب للجهاد في سبيل الله ومناصرة إخوانه في غزة فليذهب. أتحداهم عن بكرة أبيهم أن يخرج رئيس عربي واحد ويقول: أعلن عن فتح باب الجهاد إلى غزة.
غزة هذه الحرب قد بدأت، والعرب كالعادة ماذا يفعلون؟ رددوا معي: يتفرجون.